السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في حلقة جديدة من برنامجكم من صميم الأحداث. نشكر مجموعة أصوات ميديا وكذلك ماب ميديا التي تشارك في نقل هذا البث لواقع المجتمع المغربي ولمعاناة الإنسان المغربي والمواطن المغربي. أكيد أن محور اليوم هو محور جد هام، لأنه يهم المواطن في العمق ويفكك أكثر من سنة من التجربة الحكومية. ماذا قدمت لنا حكومة أخنوش وماذا يعيشه المواطن ملي كيمشي للأسواق، كيمشي يتقدى لوليداتو، كيتواجه بحقائق مرة. المغاربه غيقطعوا الزيت، المغاربه ما بقاوش عندهم ما يديروا بالزيت، يا اما قاد البلاد ولا خوي هالشطاي ما كلاش ما تسعنا صافي. جوج كلمات، خطاب حكومي في واد والواقع المعاش في واد ثاني. لاحظت في الأيام الأخيرة أن هناك من ناس ديال التحالف الحكومي، دون أن ندخل في التفاصيل، بدأوا يتحدثون على 2026 ويقولون أنهم سيكتسحون الصناديق في 2026. من حقهم أن يحلموا، ولكن المواطن البسيط كيحلم بالعيش البسيط والعيش الكريم. هو المحور اليوم غادي نحاول ما أمكن نوقفوا حول هذه الأحلام الحكومية والمعاناة اليومية للمواطن المغربي. السياسة في التعريف هي فن الممكن، والممكن يتأسس برنامجيا، والبرنامج لا يأخذ قوته إلا في التنفيذ. ما يمكنش نهضر على حكومة أنها غادي تقدم لنا برامج أو صفقات كلام، ولكن في الواقع لا نرى أي شيء. ما يمكن أن نسجله بادئ ذي بدء أن تجربة سنة وأكثر أعطت فشلا ذريعا للتجربة الحكومية، اجترار لمشاريع ملكية عملاقة. وإدراكا منا لتأثير هذه الأوضاع على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين وعلى ساكنة العالم القروي. كما وجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة لدعم ثمن بعض المواد الأساسية وضمان توفيرها بالأسواق، وهذا ليس بكثير في حق المغاربة. الملك يفكر لحل أزمة المجتمع، ينزل فلسفة، والحكومة تعمل على تنزيل هذه الفلسفة. لكن أن الحكومة، أي حكومة في أي دولة، كتطلع وفق البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي إلى آخره. لنفكك الخطاب، ماذا أعدت الحكومة في مجال التعليم؟ حيث الأزمة مستفحلة، الاكتظاظ، غياب الأساتذة، أشياء متعددة، البنية التحتية التعليمية غير متوفرة، الوسائل اللوجستيكية والديداكتيكية غير متوفرة. بغينا كذلك أنه التعليم يكون في المستوى، الأساتذة اللي يكونوا في المستوى. نمشيو للصحة نفس الوضعية، وتفاجئنا في إحدى خرجاتنا لأحد المستشفيات على صعيد مدينة سلا لا يوجد أي شيء، مستشفى هيكل عظمي قائم، ولكن لا وجود لأي شيء، لا إبر حتى في المواد اللي هي أساسية مثل الأنسولين اللي مرتبط بالسكري لا وجود له. نفكر فقط بأنه الصحة هي من الأولويات، بأن بغينا طبيب الأسرة، بغينا نضعفوا البيدجي ديال الوزارة ديال الصحة. هذه حقيقة المغرب العميق والمغرب الحقيقي، وليس مغرب الخطب اللي كتقدم على صعيد البرلمان أو على صعيد وسائل الإعلام الرسمية. حقيقة نعيشها. نمشيو نشوفوا أكثر. طلع مؤخرا السي أخنوش والفريق ديالو الحكومي كيهضروا لنا على أزمة الحليب.
جميل جدا أن الحكومة تواكب مشاكل الناس وتحاور في إطار أنها تقدم حلول هاد الناس في هذه المشاكل اللي وجدناها فيما يخص مادة الحليب. ما لاحظناه هو كلام اجتمعنا مع المعنيين بالأمر، وبقي الحصار، بقات الأمور منحصرة في الاجتماعات، وكأن المواطن ينتظر الاجتماعات. فراه من 56 وانتم كتجتمعوا، ولحد الآن مازال كتجتمعوا، والمواطن ينتظر الحلول وليس الجمل الإنشائية وتركيب الجمل. وسي نورمال يعجبهم، لأن كنا كنتصنتوا لهم لمدة 5 سنين. كما قال واحد، فين غيركب الجمل؟ إذا كان البحث العلمي اللي هو أساس التنمية ما كاينش. نمشيو كذلك للمستوى الثاني، أزمة البوطة. جميل جدا أنه من بعد تلوح لنا الحكومة واحد العظمة وتشوف الريسونسمون، ردود الأفعال ديالنا كمواطنين تجاه إقصاء صندوق المقاصة والزيادة في ثمن البوطة ليصبح 140 درهم بدل 40 درهم. جميل جدا. وتجي تخرج الحكومة تقول لك ننفي. حنا في المشروع ديال الميزانية تم ضخ كميات عديدة من الإمكانيات المالية في إطار صندوق المقاصة باش أن البوطة ما تزادش، بالتالي المغاربة يطمئنوا ما كاينش زيادة في البوطة. ولكن لم يستحي السي أخنوش ننفي اليوم بمعنى غدا الله أعلم. وهذا ماشي غريب. علاش ماشي غريب؟ لأن الحكومات من السبعينات لحد الآن هي حكومات صخرة، وأقولها وأتحمل فيها المسؤولية، صخرة تنفذ التوجيهات الرسمية لصندوق النقد الدولي. كيقدم لك قروض وكيفرض عليك قواعد ديال تصريف مشاريع اللي هي عبارة عن مواد اللي بغيت تقول هكذا علاجية للأزمة، كيعطيك الأوردونونس اللي خصك تنفذها، واللي بدات بالخوصصة. ونحن نسير الآن في اتجاه أهم وأخطر بند من البنود اللي تمنات من طرف صندوق النقد الدولي، واللي هو تخلي الدولة بشكل كلي عن القطاعات غير المنتجة. أكيد فرحنا جميع من بدينا نسمعوا على الدولة الاجتماعية اللي بشر بها صاحب الجلالة الله ينصره. ويعلم الله أنني أتألم شخصيا ما دامت فئة من المغاربة ولو أصبحت 1% تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو الحاجة. لذلك أعطينا أهمية خاصة لبرامج التنمية البشرية وللنهوض بالسياسات الاجتماعية والتجاوب مع الانشغالات الملحة للمغاربة. لكن واش بالفعل الحكومة كتمشي بنفس الخطوات اللي كتحطها الفلسفة الملكية السامية؟ أكيد كاين فرق في الخطوات، وهذا اللي كيعطينا نوع من المفارقة الغريبة في هذا الباب. أي دولة وأي حكومة تحترم نفسها يجب أن تحترم الشعب، أن توضع استراتيجية عمل قصيرة متوسطة بعيدة المدى، لا أن تراهن على مجموعة من الخطب الفضفاضة من أجل أنها كتهيئ لواحد المرحلة اللي سميتها مرحلة الانتخابات ديال 2026 اللي جبدنا مجموعة من الرموز الإطارات السياسية داخل التحالف تتغنى بها. المعطيات الرقمية اللي قدمها صندوق النقد الدولي نفسه لا تبشر بالخير. صندوق النقد الدولي كيقول تقرير آفاق الاقتصاد العالمي واللي طرق البند المغرب أن غلاء المعيشة غادي يشتد ب7% عندما تم سنة 2022. هذا التقرير ديال مؤسسة دولية. يقول كذلك أن أسعار المواد الاستهلاكية سترتعي زيادة بنسبة 7.8% عندما تم سنة 2022. مؤسسة دولية ترسم قتامة الوضع الاجتماعي اللي كيعيشوه المواطنين المغاربة. ماذا قدمت الحكومة في هذا الباب؟ أكيد الخوائح. أنا متيقن بأن المغرب يستاهل الحسن. نسائل الحكومة لحد الآن أن تجيبنا ماذا قدمت، بدل أنها تهضرنا على التغطية الصحية والتأمين، وتهضرنا على الدولة الاجتماعية، وتهضرنا على الماء، وتهضرنا على الاستثمارات وتشجيع الاستثمار اللي هي كل مشاريع ملكية عملاقة طرحها صاحب الجلالة
في خطب ديالو الرسميه لانعاش الاقتصاد ولاعطاء دفعه لمستوى الحل الاجتماعيه للبطاله وغيرها من الاشياء اللي هي كتعوق التطور ديال البلاد ديالنا. اذا مقاربه سنه واكثر من سنه من التجربه الحكوميه ما كتعطينا الا المزيد من المساوئ. كيضيف صندوق النقد الدولي في رصد هاد التوقعات العامه اللي كتبشرنا الخير الحكومه المغربيه، كيقول بانه الاسعار ستستمر في الارتفاع حتى سنه 2027 وغادي تعرف نسبه الارتفاع 5.7%. هذه صوره قاتمه للوضع. بناو على انه فقره اللي هي جا بها صندوق النقد الدولي اللي هي انخفاض نسبه البطاله واحد بمستوى معين اللي نتاج الاستثمارات الخارجيه وفتح مجموعه المؤسسات اجنبيه داخل المغرب. لكن راهنيه الواقع لا تبشر بالخير. كفى من الهروب وراء الامطار، وراء كورونا، وراء حرب ديال اوكرانيا وروسيا، اكيد ان عندها اثر، ولكن كيفاش يمكن انه نبني اقتصاد وطني قادر انه يصمد امام كل هذه التحديات؟ ماليزيا حققت التقدم، تحررت من صندوق النقد الدولي وهيمنته. تركيا حققت التقدم، تحررت من هيمنه صندوق النقد الدولي. البرازيل عاشت الازمه، اضطرت انها ترفض اداء الديون ديالها المستحقه لصندوق النقد الدولي، معنى صندوق الكوارث اللي كتقدم. ما لم يكن اقتصاد وطني وسياسه وطنيه كتنبع من صميم دراسه المجتمع وحاجيات المجتمع والانطلاق من الاكتفاء الذاتي اولا، كيبقى ما يمارس الآن من طرف حكومة أخنوش مجرد الخطبة وتعطل مجموعة من المشاريع من مشاريع القوانين، لأنه هذه المشاريع لا تخدم مصالح فئات معينة هي جزء من تركيبتها، كقانون الإطراء غير مشروع واللي تعطل كقانون. إذن فهنا كنشوفوا بعجالة على أنه إلا قيمنا التجربة الحكومية لا نراها، أنا غادي نقولها بصريح العبارة، تحت الصفر. لم تقدم أي جديد يذكر. تغيرت الأسماء، بن كيران وغيره، أخنوش، والشعارات اللي كتبقى فضفاضة، والتحالفات اللي كتبنى على قاعدة الكراسي وماشي على قاعدة البرامج الانتخابية اللي كتعبر على مأساة الشعب. المغاربه اللي ناقصه التربيه خصنا نعاودوا ليه التربيه ديالو. واش تقولي الاخنوش؟ ارحل، ما دار والو. تزوير، انت لاباس عليك وتمشي للخارج وتقول لكم المغاربه تربيهم، ما ربونا حتى الشخوصه، عاد يربونا الدحوسه. حنا بزاف عليك، حنا بزاف عليك، تنموتوا على بلادنا. شي بلادنا تنموتوا عليها. الشعب المغربي كياكل غير خبز واتاي وتيقول اللهم لك الحمد. كنشكركم وكنتمناو دائما نبقاو على التواصل وتفاعلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بآرائكم، لأن آرائكم كتهمنا في التطور ديال البرنامج، ونعاهدكم على الاستمرار في فضح كل ما يعيق التنمية والتنمية المستدامة وبناء الإنسان المغربي. وتحية للجميع وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.